السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يخليكم، بغينا يكون شويه تاع التفاعل. هذه قناه جديده سميتها ياسين نبيل. بغينا نطرقوا بعض شي مواضيع اللي خصكم تستافدوا منها، ديال معاناه الشباب فاش كيحصلوا على تأشيرة لدخول دول عربيه للبحث عن عمل. يعني كما كنقصدوا بها تأشيرة البحث عن عمل، فيزا حرة. الموضوع اللي كنطرقوا ليه هو غادي يكونوا عندنا عبر أجزاء، وغادي نبداو مع واحد الأخ اللي مر بهذه التجربة، وكنتمناو المواضيع يعجبوكم معنا ان شاء الله. غادي تشوفوا بزاف ديال المساوئ، المشاكل اللي كيوصلوا لها الناس والشباب فاش كيجيو فيزا حرة، ايطاب بار ايطاب. اوكي، يلا نخليكم مع واحد السلو موشن، شوفوا الاخ ديالنا كيفاش دوز المرحله بمرحله عبر فيديو موسيقي ان شاء الله. من بعد الفيديو غادي يهضر شخصيا مرحله بمرحله كيفاش دازت عليه. I only wanted to have fun, learning to fly, learning to run. I let my heart decide the way when I was young. Deep down I must have always known that this would be inevitable. To earn my stripes I'd have to pay. حنا رجعنا عندكم دابا. الصور اللي كنتو كتشوفوا هذوك عندهم علاقه بالاخ ياسين اللي هو معايا دابا، كيتواجد معايا بنفس الشغل بنفس الشركه. الحمد لله خدام دابا مزيان. ولكن الفكره الاولى اللي باغي نهضروا عليها هو بشحال طاحت عليه فيزا، شنو هما الصعوبات اللي لقى وخدا فيزا حره باش جا بها. وصل لهنايا مسكين تعذب شويه، يعني قرب يسالي 3 شهور ديالو، ولكن الحمد لله لقى خدمه ودابا راه مزيان معانا. الموضوع اللي حنايا فيه هو الثمن تاع الفيزا، التاشيره بشحال طاحت عليه، وهو غيهضر على راسو دابا بشحال طاحت عليه داك الفيزا، الثمن ديالها، الثمن ديال الطياره، وكيفاش الصعوبات اللي لقى باش يوفر الفلوس. اوكي، معنا دابا السي ياسين، نخليكم معاه، هو غادي يعاود لكم القصه ديالو كيفاش بدا حتى دبر في فيزا حره وكيفاش طاحت عليه بالثمن ديالها بكل شيء. تفضل السي ياسين. خالي، السلام عليكم خوتي ومرحبا بكم معنا في القناه الجديده ان شاء الله. غنحاولوا نعطيكم جميع التفاصيل اللي تتعلق بفيزا حره وكيفاش نمشي لدول الخليج. اول حاجه غادي نطرق لكم في واحد النقطه مهمه خاص الشباب المغربي يعرفها على فيزا حره. اكثرين الشباب تيطلع لدول الخليج بفيزا حره. هاد فيزا حره تكون عارف شي اصدقاء في دول الخليج. الدول الخليج هما تيتوسطوا لك مع كفيل قطري، وهذا القطري ما تيهضرش معاك ديريكتوم، عنده اصدقاء بحال المصريين، تونسيين، مغاربه. المصري ولا التونسي ولا المغربي تياخذ هاد الورقه ديال الفيزا من عند القطري. المغربي شنو تيدير في هاد اللحظه؟
المغربي تيصيفط لك بواحد المبلغ خيالي، تيطلب منك 2 المليون حتى 3 المليون، وهاد 2 المليون 3 المليون تتكون صعيب عليك بزاف باش توفرها ابار فلوس الطياره. فلوس الطياره تقدر تطلع لك حتى 7000 درهم 8000 درهم على حساب اين شهر غتمشي فيه. من شهر 1 شهر 3 الطياره تتكون رخيصه شويه، ومن الفوق تتكون جايب 8000 درهم 9000 درهم. اذا القضيه غادي توصل لك حتى 3 المليون حتى 2 المليون. بحكم التجربه ديالي غنعاود لكم كيفاش دبرت على فيزا حر. كنت نعرف واحد الصديق هنا عايش في قطر، تواصلت معاه هو غيصيفط ليا فيزا حره. مين صيفطها قال لي ثمن خيالي، قال لي تقريبا 1.5 مليون باش نحصل على فيزا. والحمد لله ربي ما خيبنيش وتكرفصت مزيان، وتنشكر الوالده ديالي اللي سانداتني، هي المساند الاول اللي سانداتني في هادشي كامل اللي انا فيه وفضلت يرجع لها هي. ومع ذلك الحمد لله وتكرفصنا بزاف وتوصلت على فيزا. ملي توصلت على فيزا مكتوب فيها فيزا عمل. هاد فيزا عمل عندك فيها 3 شهور. من خدتها صيفط عليها غير في التليفون، هو هاد السيد اللي كان غيصيفط لك في التليفون. انت ملي تتوصل بهذيك الفيزا حره تتشوفها في التليفون، تطلع الرباط ملي تشوف لا مشاو تختموا لك طبعوا لك في الباسبور، عرف هذيك الفيزا راه كلشي كوريكت. من بعد ملي تيطبعوا لك تيكتبوا لك فيها فيزا عمل او فيزا سياحيه. انا كتبوا لي فيزا عمل. ملي كتبوا لي فيزا عمل عندي الحق 3 شهور. هاد 3 شهور شي وان شاء الله اللي بغيت نقول لكم ان هاد الفيزا حره، ان هنا في قطر ملي جيت لقطر بحكم التجربه ديالي تعرفت على ناس، تعرفت على قطريين تونسيين مصريين سودانيين، ريحت معاهم في مقاهي، ريحت معاهم كثير وشفت الفيزا حره قدام عيني. ومين شفت الثمن ديالها سبحان الله، هاد الناس ما واكلينش ديالهم، واكلين بغاو ياكلوا اكثر من القياس. مثلا انا تنشوف فيزا حره دايره 1000 درهم مغربي، تيشد المغربي ولا تيشد التونسي ولا الجزائري تيصيفط لولد بلادو تيطلب ليه 2 المليون. انا نهضر على ولاد بلادي المغربي صيفط ليه تقريبا 1.5 مليون ابار فلوس الطياره، تقريبا طلعت ليا ب 2 مليون بالصافي. وملي تنشفت انا هذيك الفيزا حره والله الا لحمي بوش 2 المليون باش هو تيقول لك خاصك تدفعها ليا لا بغيتي تطلع فيزا حره. وما ريحت مع سودانيين ومصريين شفت الفيزا حره دايره 500 ريال قطريه. 500 ريال قطريه 500 تعطي مغربيه تعطي 25000 ريال ولا 24000 ريال. هما هادشي اللي تيخسر عليك تقريبا هادشي كامل. من بعد تيصيفط لك تيطلب لك هاد الثمن، وانسان عارف انه هو خاصو يقلب على راسو وما عندوش ومن الفوق يطلب لك ثمن خيال. بحكم التجربه ديالي خديت هذيك الفيزا حره وجيت لقطر وشفت هادشي، وانا لو وقف عليه شخص من المغرب وطالب فيزا حره ان شاء الله ناخذها لي. انا بغي ندير راجل، انا ناخذها لي من مصروفي الخاص ونصيفط عليه والله يسهل عليه. وانا حاجه وحده هذه القناه ديرها لمساعده الجميع ونوصلكم على اي حاجه خاصكم تعرفوها في هذه البلاد الخليج. وان شاء الله غادي نكمل معكم وغادي نطرق معكم تفاصيل اخرى اللي لازم خاصكم تعرفوها. والشباب المغربي كلنا خوت، خاصنا كلنا نعرفوا كل الحوايج كل ما تتعلق بالدول الخارج. اوكي، كان معكم الاخ ياسين اللي بدا معكم الجزء الاول هذا كيفسر لكم على ثمن الفيزا حره شحال كطيح. الثمن ديالها راكم عرفتوه دابا. الجزء الثاني غادي نعطيوكم كيفاش تبحثوا على العمل، وقبل ما تلقاو العمل شنو هما المشاكل اللي غادي تلقاوها في هذه البلاد، يعني كيفاش غادي تكري، كيفاش غادي تصرف، كيفاش غادي تعيش وانت مازال ما عارف والو في هذه البلاد. وكاين تقدر تكري مع بنغالي، تقدر تكري مع هندي، تقدر تكري مع مغاربه، ما نعرف مغاربه ما ننصحكش تكري معاهم، لان كما كيقولوا في الدول الاوروبيه امريكيه كاملين بحال. نتمناو تستافدوا معنا، نتمناو تفاعلوا معنا في هذه القناه، نفيدوكم مزيان على الخليج اون جينيرال ماشي غير قطر، لان فاش نهضروا على قطر راه كنهضروا على جي سي سي. جي سي سي معروفه عندنا هي غولف كونتريز. الغولف كونتريز هي قطر، السعوديه، الامارات، البحرين، الكويت، اليمن، هادو كلهم دول الخليج. اوكي، نتمناو كلشي تفاعل، شويه تاع اللايكات، اتابوناو في هاد لاشين